على غير العادة ملامح وشه ظاهر عليها الوزن الزيادة. ايه يا رمضان؟ في ايه يا محمد يا رمضان؟ يكونش ده تأثير كعك العيد بعد شهر رمضان؟ وايه قصة بقى انك مش بتحب تمشي بودي جاردات دي كمان؟ ويا ترى كنت مختفي فين الفترة الأخيرة؟ وايه حدوتة الحادثة اللي عملها مدير أعمالك؟ لو عايزين تعرفوا إجابة كل الأسئلة دي ويا ترى قال ايه نمبر 1 عن كونه نجم مصر وإفريقيا الأول، تابعوا معانا الفيديو ده للآخر. محمد رمضان معروف طول عمره إنه لو ملقاش ترند يركبه بيعمل هو ترند بأي طريقة، وعشان كده طلع وقال مجموعة من التصريحات اللي كلها ضرب نار، واتكلم عن أسباب نجاحه وكمان المجهود اللي بيعمله طول الوقت عشان يفضل في الصدارة ويحافظ كمان على الصورة الذهنية اللي رسمها عند الجمهور. نمبر 1 اتكلم عن سر النجاح بتاعه خلال لقائه مع قناة MTV اللبنانية، وقال أعتقد السر في نجاحي هو الوعي قبل السعي، وهو شيء مهم جدا، والتخطيط السليم وبذل المجهود دايما والإخلاص في العمل والثقة في الله، وعشان كده من المؤكد إن النتيجة هتكون مرضية للشخص ومرضية كمان للجمهور. ولما اتسأل عن قصة إنه ماشي لوحده من غير ما يكون في أي بودي جارد يحرسه وسط جمهوره وناسه، قال رمضان أنا ما عنديش أي بودي جارد في الحياة العادية لأن الجمهور هو أكبر حامي، ولكن في الحفلات القائمين على الحفلة بيضطروا إن يكون في أمن حرصاً على سلامة الناس والمعدات، فبيجيبوا بودي جاردات. وبخصوص بقى نجاحه خارج مصر، كشف محمد رمضان عن بعض الجوائز القريبة من قلبه، فقال حصلت على جائزة المغني الأكثر جماهيرية في نيجيريا عن أغنية مافيا. وفي تفضيلات محمد رمضان من الغنى والتمثيل، ومين فيهم اللي هو بيحبه أكتر؟ قال محمد رمضان أنا بعمل كل شيء تحت مظلة متعة الجمهور، سواء من خلال المسرح أو الغنى أو حتى التمثيل. الغريب بقى إن ملامح وش محمد رمضان وهو بيتكلم كان باين عليها الوزن الزايد والإرهاق، وده بقى على غير العادة، وكأنه قعدته عن التمثيل في الموسم الرمضاني اتسببت في زيادة وزنه بصورة أكبر عن زمان. وكان محمد رمضان استقبل خبر مش كويس الساعات الأخيرة، وده بعد ما عمل مدير أعماله الذهب اللي بيعتبر سر كبير من نجاح نمبر 1 حادثة كبيرة جدا كانت هتقضي على حياته تماما، وده بعد ما اتدشدشت العربية بتاعته خالص. دهب نشر صورة لنفسه على حسابه على تطبيق انستجرام، وظهر فيها لابس رقبة طبية بعد ما عمل تصادم بالعربية بتاعته، وظهرت صورة سيارة مدير أعمال محمد رمضان متكسرة خالص، بس ربنا سترها عليه في اللحظة الأخيرة. أما بقى عن آخر أعمال محمد رمضان الفنية، فهو بيستعد عشان ينتهي من تصوير فيلم أسد اللي بيراهن عليه نمبر 1 إنه يكون نقلة فنية وسينمائية كبيرة في تاريخه، وإنه كمان هيعرضه في مهرجانات عالمية وياخد بيه جايزة كبيرة زي الأوسكار. كمان بيستعد محمد رمضان عشان يعمل حفلة في المغرب آخر الشهر ده، وبيشارك في مهرجان موازين اللي قال عنه ثقة في الله أكبر مهرجان موسيقى في أفريقيا والوطن العربي، موازين في بلد التاني المغرب في مدينة الرباط. وفي النهاية بقى بنتمنى كل النجاح لمحمد رمضان.